فيلم باد تيتشر، فيلم أنتج عام 2011 من بطولة كاميرون دياز، وبيعتبر من أجمل أفلام الكوميديا يلي ممكن إنه تشاهدوها. وبيبدأ الفيلم من عند إليزابيث، مدرسة إنجليزي بمدرسة إعدادية، بس مو أي مدرسة، هاي وحدة ما بتطيق التعليم وبتعامل الطلاب كأنهم غبرة. همها الوحيد بالحياة هو تلاقي زلمة معه مصاري وتتجوزه. منشوفها طالعة من المدرسة وعم تحتفل لأنه راح تتجوز حبيبها الغني، بس يا فرحة ما تمت. الشاب بيكتشف إنها بس طامعة بمصاريه وبيتركها. هون بتنصدم وبتضطر ترجع تشتغل، وغصب عنها ترجع على صفها. إليزابيث بترجع على الصف وهي متضايقة من كل شي، لا بتحضر دروس ولا بتشرح. بتدخل الصف، بتشغل فيلم وبتقعد ورا المكتب تشرب ويسكي من فنجان ستاربكس. بتتجنب أي نشاط مدرسي وبتتخانق مع الزملاء وبتنام بوقت الاجتماعات. بس فجأة بيوصل مدرس جديد اسمه سكوت، شاب حليوة وبيشتغل بالرياضيات ومعه مصاري لأنه أهله أغنياء. هون إليزابيث بتقرر تصطاده، بس المشكلة إنه شكله ما بينجذب إلا للبنات المهتمين بالتعليم والأخلاق، فبتحاول تغير حالها. بتصير مهتمة بالمدرسة قدامه، وبنفس الوقت بتقرر تعمل عملية تجميل لصدرها. صدرها مو عاجبها وبتفكر إنه هو المفتاح لأي رجل غني، بس ما معها مصاري. بتسمع إنه في جائزة مالية للمدرس يلي طلابه بيجيبوا أعلى علامات باختبار الولاية. فهون بتصير القصة جد. إليزابيث ما بتدرس طلابها، بتقرر تغش. بتواعد حارس الأمن تبع المدرسة وبتغوي لحتى يخليها تدخل على مكان الأسئلة سرية، وبتسرق نسخة من الامتحانات قبل الوقت. بتخلي الطلاب يتدربوا على الإجابات، وبس يجي وقت الامتحان علامات صفها بتطلع نار، وبتاخذ الجائزة المالية. طبعا في معلمة تانية اسمها إيمي، كتير شاطرة ومهووسة بالمدرسة، وبتكون مصاحبة سكوت. وكانت شاكة إنه إليزابيث ما بتشتغل بضمير. بتبلش تلاحقها وبتدور على أي دليل لإدانتها، وفعلا بتقرب تكتشف كل شيء. بس إليزابيث دائما بتتملص من المشاكل بأسلوبها الأناني والمراوغ، وبالأخير بتلفها على الكل. بالنهاية حارس الأمن بينفضح وبتنفضح إليزابيث، بس بطريقة ذكية بتقدر تطلع من الورطة. وبترفض سكوت لأنه تبين إنه مو قد المسؤولية، وبتقرب من المدرس الرياضي راسل، الزلمة الطيب يلي كان طول الفيلم واقف معها وبحبها عن جد رغم كل شي. باللحظة الأخيرة من الفيلم نشوفها متغيرة شوي، بلشت تهتم بشغلها أكثر، صارت مسؤولة عن التوجيه المهني، وباين إنه في لمحة نضوج بس مو كتير. يعني ضلت باد تيتشر بس بطريقة ألطف شوي. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.